تعالوا نشوف ازاي هنعمل بوت زرع ايكيل التحفة ده وبأقل سعر وبخامات بسيطة جدا. مش هتصدقوا المفاجأة ان احنا عاملينه بجردل ابويا وكمان حبل الغسيل وبأقل التكاليف وطلع تحفة جدا وهنوفر كتير قوي. انتوا عارفين الاسعار دلوقتي عاملة ازاي. ما ننساش نعمل لايك وسبسكرايب للقناة وتعالوا نشوف عملنا ايه. اول حاجة جبت الجردل بتاع البوية، وجبت ورق الجوخ وجبت حبل غسيل وجبت كمان خيط خيش وطبعا لزق الشمع. اول حاجة عملتها ان انا جبت ورق الجوخ ده لونه ابيض زي لون الحبل اللي انا هستخدمه، وبدأت ان انا اغلف بيه الجزء اللي فوق ده بالورق الجوخ، وكمان ان هو يكون داخل جزء منه جوه الباسكت بتاعي، بحيث ان الزرع هيكون داخل لجوه فيكون الباسكت متغلف كويس من جوه. بدأت ان انا اخدت المقاس بتاعه وبدأت قصيت على قد المقاس اللي انا هعمله، وبعد كده جبت لزق الشمع وبدأت ان انا اثبته بلزق الشمع زي ما احنا شايفين، ونحاول ان احنا نلزقه كويس علشان يكون في الاخر الفينش بتاعي كويس قوي. آم، واحلى حاجة في الشغل الهاند ميد ان انتي تقدري ان انتي تعملي بيه مشروع حلو قوي، وحاجة مش مكلفة خالص وبأقل الإمكانيات، وبيطلع في الآخر النتيجة تحفة قوي وبنجدد بيه ديكور بيتنا وحاجة جميلة جدا. واستخدمت ورق الجوخ ده لان انا حسيته جامد كده وكويس قوي. ممكن كمان لو مش متاح عندنا ممكن نجيب قطعة من القماش ونغلف بيها الجزء اللي فوق ده. بدأت ان انا غلفته كويس ولزقته بالشمع كويس. وبعد كده بدأت ان انا عايزة اعمل الجزء اللي تحت من الجردل برضو هغلفه بورق الجوخ. فبدأت ان انا حطيت الجردل بتاعي واخدت المقاس وقصيت على قد المقاس، بس حاولت ان انا اخد جزء كبير شوية عن المقاس بحيث ان هو يكون طالع شوية من فوق زي ما هنشوف كده، بحيث لما اجي اربط بعد كده الحبل بتاعي يكون مربوط فوقه يكون فعشان يعني يمسكه كويس وما يفكش بسرعة مني. بدأت ان انا اثبته كويس بلزق الشمع زي ما احنا شايفين. وبعد كده قصيت الزيادات، حسيت ان هي مش هنحتاجها قوي. آه كده انا خلصته وحاولت ان انا الزقه كويس قوي. بعد كده جبت الخيط ده، هو خيط خيش. بدأت ان انا هثبته بلزق الشمع. اول جزء منه بثبته كويس قوي وببدأ ان انا الف عليه على الجردل كله بلزق الشمع. وبعد كده هنعمل الطبقات اللي بعد كده، مش هنحتاج ان احنا نستخدم لزق الشمع لان هو هنلفه كويس قوي وببدأ بقى بعد كده ان انا الف الخيط كويس قوي، واحاول ان انا وانا بلفه اشد الخيط كويس بحيث ان انا محتاجش شمع كتير. هي اول طبقة بس اللي هنحط فيها الشمع.
بعد ما خلصته هبدأ ان انا اعمل الجزء اللي فوق بالحبل الغسيل. جبت اللون الابيض، بدأت ان انا اثبته كويس اوي، نحاول ان احنا بنعمله نثبت كويس، لان حبل الغسيل بيكون الخامة بتاعته خشنة شوية، فمحتاج ان احنا نثبتها كويس ونلزق كويس واحنا بنعملها. واحتجت ان انا يعني بحط شمع كتير شوية علشان اقدر اثبته كويس. وبصراحة هو طلع النتيجة بتاعته تحفة قوي، انا ما كنتش متوقعة ان هيطلع شكله جميل قوي كده، واللون الابيض جميل جدا، وان شاء الله مش هيكون اخر استخدام هستخدمه. ما ننساش ان احنا نشترك في القناة ونفعل الجرس علشان يوصل لكم كل حاجة جميلة ان شاء الله. بدأت ان انا الف بقى بعد كده الحبل بتاعي، واحاول وانا بلف برضو ان انا اشده كويس، وكل شوية ما بين مثلا طبقتين تلاتة بحط كده نقطة شمع، بحيث ان هو برضو يكون متماسك معايا كويس قوي، و ما يتفكش مني، بحيث ان الفينش بتاعه يطلع كويس قوي، بحيث لو انتي عايزة تعمليه لمشروع هيكون حاجة جميلة جدا. ومحدش هيصدق اصلا ان انتي عاملة الحاجة دي من ادوات وخامات بسيطة جدا. وده الشكل النهائي بعد ما عملنا الجزء اللي فوق باللون الابيض والجزء اللي تحت بخيط الخيش. بعد كده الجزء اللي في النص ده جبت الشريط ده، هو بيتباع في المحلات بتاعة الخيوط، جميل جدا. جايباه المتر منه حوالي ب5 أو 6 جنيه. وبيدي في الآخر شكل جميل جدا، يعني هو ده الحاجة اللي بتظبط في الآخر الشكل بتاعي. حاولت ان انا ألزقه برضو بالشمع واثبته كويس. بعد كده جيت علشان اعمل الايد بتاعته. هي يعني مش هتكون ايد ان احنا نمسكها منه، بس كشكل ديكوريشن كده بيدي منظر جميل قوي. جبت خيط الخيش ده، هو بيتباع اسمه خيش مضفر، جميل جدا. جبته قصيت منه قطعتين نفس المقاس، بحيث ان انا هعمل ايد من الناحية دي وايد من الناحية دي، وبدأت ان انا اثبتها في الجردل بتاعي بالشكل ده. بعد كده جيت الناحية التانية برضو، بدأت ان انا اثبت الايد التانية، وبصراحة اديت في الاخر منظر جميل قوي وعجبني جدا. آه بعد كده بدأت ان انا اجيب ورق بتاع كتب و او فلين، وابدأ ان انا احط في الجردل واملاه كويس. طبعا لو عندك فنجان هيكون افضل كتير، علشان بيملى الجردل بسرعة وبياخد مساحة كبيرة. وبعد كده بدأت ان انا جبت قطعة فلين كبيرة. طبعا الجردل مساحته كبيرة، فكان عايز قطعة فلين اكبر شوية. وانا ما كانش متوفر عندي حاليا قطع كبيرة، فبدأت جبت القطع الصغيرة وبدأت ان انا لزقتها كويس قوي جنب بعضها. وبعد كده جبت فروع الشجر دي، وبدأت ان انا اثبتها في الفلين بتاعي.
بعد كده جبت قطعة من ورق الجوخ وقصيتها على شكل دايرة، وبدأت ان انا اقص منها اجزاء حسب الفروع اللي انا حطاها، بحيث ان انا هغطي بيها شكل الفلين كله، علشان يطلع في الاخر الفينش شكله جميل او ما يكونش باين شكل الفلين قدامي. بدأت ان انا اخدت المقاس بتاعها، وهبدأ ان انا اثبتها كويس قوي بالشمع بين فروع الشجر بتاعي. وثبتها، وبصراحة ادت شكل تحفة جدا. بدأت احط اخر فرع في النص وثبته كويس بلزق الشمع. وده الشكل النهائي، وحقيقي طلعت تحفة جدا جدا.